الناس دي كرمة قوي في الكاتشب. هاي برجر واحد من اكتر المطاعم اللي كنت باكل عندهم زمان ايام الدراسة، بس طبعا كنت باكل في العربية او الكرفان لما كان موجود هنا قدام قرية النورس. هنشوف هل نفس المستوى ونفس الطعم ولا لا. رحت الفرع اللي عند مجمع المطاعم، مكان شيك ونظيف ومنظم. اكتر حاجات كنت بطلبها زمان هي البرجر والهوت دوج العادي او الميلانو والشيش اوقات، وكمان السلطة بتاعتهم. وزمان كانوا بيعملوا فتة حلوة جدا، بس خلاص ما عادوش بيعملوها دلوقتي. المهم طلبت سلطة وبرجر كلاسيك، وطلبت كمان ساندوتش ميلانو، وطلبت ان واحد من الساندوتشين دول يبقى كومبو، بياخدوا على الكومبو 65 جنيه. قال لي عايز صوص شيدر ولا كاتشب ومايونيز؟ قلت له لا، كاتشب بس. لو هتاكل في المطعم فعاملين 12% خدمة او 12.5% خدمة. مش عارف ليه مطاعم فاست فود تاخد خدمة، واصلا ستايل خدمة امريكي، يعني الاكل هينزلك في صينية تخلص هيشيل الصينية وخلصنا خلاص. يعني هنا مثلا اخدين 30 جنيه خدمة. ده انت لو طالب في البيت توصيل الاكل هيجيلك لغاية باب البيت، مش هتدفع 30 جنيه. المهم الاكل ما خدش وقت كبير. دي السلطة اخترت بسلة بالمايونيز وسلطة سوسيس وكول سلو وفاصوليا بيضة، كل انواع كويسين ما عدا البسلة، طعم المايونيز غريب مش حلو خالص. ده سندوتش الميلانو، مش عارف ليه كل الصوصات دي مغرقين حتى السندوتش من بره. فتمسك السندوتش ازاي في اللغوصه دي؟ طبعا لازم تلبس جلافز. في مطاعم كتير بتعمل الموضوع ده. هي ممكن تبقى حلوه كبرزنتيشن بس مش حلوه في الطعم. المفروض يبقى فيه توازن في كميه المكونات. كميه الكاتشب دي كلها تخلي فيه طعم مسكر اوفر. طعم الهوت دوج نفسه حلو كويس، السندوتش في المجمل حلو، بس الصوصات تقل شويه، والعيش فريش وكويس. كميه البطاطس كبيره جدا ما شاء الله، نازل كب كاتشب عملاق. انا ما قدرتش اخلص ربع الكميه حتى بتاعه الكاتشب دي. المشروب للاسف بيستخدموا بيبسي، في شركات وطنيه محترمه زي بيكولا او في 7 احسن من كده. نروح البرجر بقى. انا طالبه كلاسيك لسبب ان هو يبقى كلاسيك، يعني هادي ومتوازن مفهوش لغوصه كتير. كميه الكاتشب مغطيه شريحه اللحمه خالص، يعني يدوب في حته صغيره هنا ايه ما فيهاش كاتشب. ندوق طعم اللحمه الوحيده كويس، بس شريحه اللحمه اللي هي ايه نفس شغل او نفس قوام المصنعات زي حلواني والحاجات دي. الساندوتش فيه خس وطماطم وخيار فريش ومايونيز، وطعم المايونيز مش حلو خالص. صوص تاوزن ايلاند فليه على البرجر الكلاسيك برضو غريب شويه. الساندوتش في المجمل ضعيف، محتاج تظبيط كتير. انا بميل للساندوتش القديم بتاعهم، كاتشب ومايونيز انواع كويسه والخضار وخلاص، وانتهينا على كده. تجربة حلوة باستثناء الصوصات بس. وانا حبيت كمان اجرب الفرع التاني في اليوم اللي بعده عشان نشوف نفس النظام ونفس الخدمة ولا لا. ده الفرع اللي جنب الغرفة التجارية. المرة دي طلبت سندوتش شيش طاووق كومبو. هنا حاسبين الكومبو ب70 جنيه. الفرع الاولاني كانوا جايبين الكومبو زي ما قلت ب65 تقريبا. فلما سألت ليه قال لي انا هنا جايب لك بطاطس كبيرة، ففي حجمين بطاطس معرفش الفرق بينهم 5 جنيه. هنشوف الكمية عاملة ازاي. وكمان اخدين 5 جنيه تبرعات من غير ما يقولوا، ودي حاجة استفزتني بصراحة، فرجعت لهم تاني على الكاشير. انا لو عايز اتبرع هتبرع انا بنفسي لاي مؤسسة، يعني هحط هاي برجر في وسيط ليه في التبرع؟ قالوا لي معلش هو السيستم هنا فيه مشكلة وعدلوها في الريسيت. فطلع عادي اهو من غير التبرعات. هنا جابوا لي البطاطس في باكت، طلبت منهم يحطوها في باسكت عشان اشوف الكميه عامله ازاي، نفس الفرع الاولاني ولا لا. مش عارف، انا حاسس ان هي نفس الكميه بالظبط، ويمكن الفرع الاولاني كان اكتر شويه. وهنا مفيش علبه الكاتشب، يا دوب كيسين كاتشب صغيرين. ده شكل الساندوتش. العيش فريش، الصوصات هنا اهدى شويه، والطعم في المجمل حلو، بس مش حاسس ان صوص الباربيكيو كان اختيار موفق هنا في الساندوتش. بتهيألي من غيره يبقى احسن شويه. بس دي كانت تجربه هاي برجر، تجربه ظريفه. الاكل كويس، كواليتي وتيست. الاسعار وسط بالنسبه للمنافسين، ما هواش اغلى المطاعم يعني، بس برضه ايه اسعاره مش رخيصه. وفي المرتين اتصلوا بيا بعد ما روحت بيسألوا عن التجربة، هل الأكل أخد وقت وهل كان في أي تعليق على الأكل. فدي حاجة حلوة إن هم يعملوا متابعة ويشوفوا رأي الزباين. قولوا لنا رأيكم إيه في المطعم. سلام.